حياكم الله، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. فيديو جديد ان شاء الله راح ينال اعجابكم. طبعا اليوم الفيديو مالنا يتعلق بالموتور المبرده. طبعا قبل ما نفوت الفيديو اتمنى شيء بسيط قاعد اقدم لكم بقناه تستفادون يمه، ولا تنسوا لايك واشتراك بالقناه حتى يوصل اكثر عدد من الناس ويستفادون من يمه. طبعا اليوم الفيديو مالنا قلت لكم يتعلق بالموتور المبرده. هو ان الناس قاعد ينكسر عندهم البولي ويعانون شلون يطلعونه، فيودونه المصلح او بكوسره ويظهروا بالشفت او يبقون يدقون عليه بشاكوش فيتاثر الموتور. ان شاء الله بهذا الفيديو جبت لكم فيديو بسيط وطريقه كلش بسيطه راح تقدرون تعالجون هاي الفقره بالبيت وبدون اي تكلفه، وبس مجرد تجيبون البولي وتركبونه بمكانه. طبعا اول شيء تجيبون شاكوش، هاي واحد. ثاني شيء تجيبون شيلمان حديد او اي شيء عندكم حديد قوي يكون بحيث من دقه ما ينعوج. وثالث شيء تجيب لك علاقه. هاي تجيب علاقه. العلاقه شو تسوي؟ تسد بيها الزروف بهاي الطريقه حتى شنو ما يطيح حديد ببطن الكويل بهذا الشكل. بس شو تسوي؟ تكسر بهذا الشكل، تكسر البولي. هسه كسرتوه بهذا الشكل. هسه شو راح تسوي؟ تجيبون الشيلمانه هذا هم تكسرونهن بهذا الشكل. هسه من ينكسر عندكم بهذا الشكل ايش راح تسوون؟ هسه تقعدونه على الشيلمان بهذا الشكل. انا ما حد يمي كمله، راح اخليه اثبته حول على رجلي بهذا الشكل. اهم شيء يكون عدل، يكون عدل. حتى ليش؟ حتى مين يندق مين يعوج عندكم الشفت. خلون عدل بهذا الشكل، تدقون اشكال دقه 4 دقات 5 راح ينكسر عندكم. ليش؟ لان هو فافون بهذا الشكل. شوفوا هاي طق وانكسر بهذا الشكل. هسه طلع عندكم الموتور يشتغل كشو ما بيه. طبعا اتمنى شيء بسيط قاعد اقدم لكم بالقناه تستفادون يمه، ولا تنسوا لايك واشتراك بالقناه. شكرا لكم جزيل الشكر، اخوكم ميثم موسى.